سؤال آخر. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل حفظكم الله: فاحمد الله يا عبد الله أن هداك الله للسنة وظلت هذه نعمة، والله لو شكرت الله عز وجل صباح مساء ليل نهار ما أديت شكر هذه النعمة. فاحمد الله على هذه النعمة وقابل هذه النعمة بالشكر وتحقيق العبودية لله من الاطراح بين يديه والبكاء له جل وعز وسؤاله وخشيته والرغبة فيما عنده والرجاء إلى غير ذلك، ودعوة الخلق إلى الحق وتقريبه للناس وتحبيبهم إياهم فيه. فوالله إن تعلم هذه العقيدة وتعلم هذه السنة مما يرقق القلوب ويقربها من باريها ويوثق الصلة بين العبد وربه ويقربه منه. وإذا ما عمل عملا يتقرب به إلى الله يتقرب به إليه خشوعا وطمعا ورغبة ورهبة فيما عنده ومما عنده جل وعز. كيف لهؤلاء من بعض أهل الهوى يأتون فيقولون إن دراسة كتب الاعتقاد مما يقسي القلوب؟ ما عرفوا العقيدة الصحيحة، ما خالطت هذه العقيدة السنية السلفية قلوبهم ولا بشاشة قلوبهم أبدا، ما عرفوها حق المعرفة. والناظر في تراجم الأئمة هؤلاء الأعلام يجد كيف تأثر هؤلاء بهذا الاعتقاد في أحلك الظروف يحققون التوحيد، في أحلك الظروف يحققون التوحيد. الإمام ابن القيم رحمه الله يصف الإمام ابن تيمية وما أوذي. ولماذا أوذي ابن تيمية؟ هذا السجن في سجن القلعة وسجن دمشق وغير ذلك يتردد هنا وهنا، نعم، كله في باب ماذا؟ لأجل مسألة تحقيق ماذا؟ العبودية لله وإظهار الحق للخلق ورد الباطل ودمغه. صحيح؟ أوذي من السلاطين وأوذي من العلماء في ذلك العصر وأوذي من العامة، حتى أصدروا مرسوما سلطانيا أن ابن تيمية كافر، ومن يعتقد باعتقاد ابن تيمية كافر، ومن يجالس ابن تيمية إن كان ذا ولاية يعزل، وإن كان كذا يفعل، وإلا يلحق به عذاب وويل. سببه هذا تحقيق هذا التوحيد. هذا التوحيد أثر في هذا الإمام، ما هي عبارة عن كلمات يرددها وشعارات يرفعها، تطبيق عملي. يقول ابن القيم رحمه الله: كنت أبحث عن شيخ الإسلام أحيانا عن الإمام، يبحث عنه يريده فلا يجده إلا في المسجد، يصلي الفجر فيجلس في المسجد حتى تظهر الشمس وتطلع ويمضي وقت طويل. يقول له: يا بني، يعني يقول له: لما تجلس هذه الأوقات الطويلة؟ يقول: يا بني هذه غدوتي، فإن لم أتغدى سقطت قوتي، فانظر ممن يستمد القوة، ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فكانت إذا ضاقت بنا الأرض، ضاقت بنا ماذا؟ الأرض، لأنهم قل الذين كانوا يمشون مع ابن تيمية من طلبته، 3 4 ابن القيم والبرزالي والمزي والذهبي أو ابن كثير، 3 4 5 هكذا. المجتمع كلهم سلطان وغير سلاطينهم وحكامهم كلهم ماذا؟ منابذين لهم. قال: كلما ضاقت علينا الأرض بما رحبت واستوحشنا
قال أتينا ابن تيمية، الإمام ابن تيمية في السجن يزورونه، قال فوالله ما هو إلا أن نلقاه ونسمع كلامه فتنشرح النفوس وتنقلب من الحزن إلى الفرح إلى غير ذلك، مع أن معروف أن السجين هو المغموم والمهموم، وهذا الطريق هو الذي في سعة، لكن ينفس عليهم ويرفع من شأنهم. قال فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يزيل عنهم ذلك كله. قال فسبحان من أشهد خلقه جنته قبل لقائه، فسبحان من أشهد خلقه أو بعض خلقه جنته قبل لقائه فأفرغ عليهم من روحها وريحها. ولهذا كان يقول أنا جنتي في إيش؟ في صدري. هذا تطبيق عملي بارك الله فيكم، تطبيق عملي لهذه العقيدة السنية، كيف تقرب العبد من ماذا؟ من ربه ومولاه.